كلهم بقى حطوا الموز في الحلة، وبجد انا مستغربة ازاي الموز يتحط على النار. تعالوا نجرب وهقول لكم كل حاجة بأمانة، بس هنصلي على النبي ونعمل لايك وشير علشان الناس كلها تستفاد، وعلشان الناس تعرف هي بتعمل ايه. سموا بالله وصلوا على الرسول، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير، شير يا جماعة بالله عليكم، وتعلقوا حتى لو بتم عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. هنا بقى جبت 3 موزات وقشرتهم وقطعتهم كده النصين. بعد كده على طول هنزل عليهم بكاكاو. المفروض ان كل موزاية عليها معلقتين كاكاو. تمام، بالشكل ده كده. بعد كده على طول هننزل بمعلقتين سكر، وبعد كده على طول هننزل السكر طبعا حسب ما انتي عايزة. نزلت بكوبايتين ونص من اللبن بالشكل ده كده، والمفروض ان انا اخدهم في الخلاط او بالهاند بلندر اللي متوفر عندكم. هنضربهم كويس قوي قوي بالشكل ده كده لحد ما يبقى مفيش اي حاجة من الموز والكاكاو يختلط بالشكل ده كده. انا هقول لكم كل حاجة بما يرضي الله. بالشكل ده كده هنضربها كويس قوي قوي قوي، وبعد ما نضربها ونتأكد ان هي خلاص ما فيهاش اي حاجة، هناخدها ونروح بيها على النار. بس لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت بقى تذكري الله وتصلي على الرسول، وعليا حتى لو بتم عشان يبتدي الاشعار يجيلك تاني يا قمر. هنا بقى خلاص رفعتها كده على النار، وهفضل اقلب فيها لحد ما قوامها المفروض ان هو يتقل. هو فعلا تقل معايا، بس ما تقلش نفس السمك اللي هما بيقولوا عليه. يعني هما عاملينها اتقل من كده بكتير. هما في الغالب يا اما زودوا كاكاو اكتر من كده، يا اما بقى مش عارفة بصراحة، يعني الموز بتاعي مش حلو ولا ايه. المهم يعني المفروض ان الحلة اللي معايا ده بيتقل اكتر من كده. انا قلت ايه، هقلب فيه على نار واطية لحد ما يتقل شوية، وفعلا تقل شوية بس ما تقلش قوي زيهم. هقلب كده، وبعد كده اول ما يغلي غلوة هطفي عليه بالشكل ده كده. خلاص كده هو غلي، على طول بقى نطفي عليه. بعد كده بقى هنحتاج طبق يكون غويط وندهنه بشوية من الزيت بالشكل ده كده. بعد كده بقى المفروض ان احنا هنصب فيه الخليط. المفروض ان احنا بقى بنعمل بودنج بالكاكاو والموز. بصوا، اولا انا حطيت طبق في الفريزر، وحطيت الطبق التاني في التلاجة من تحت. هوريكوا ده